مدرب الزمالك طبعا عمل شغل كويس مع الزمالك، دلوقتي بيدرب في الفتح السعودي، راجل عامل شغل كويس برضو مع النادي السعودي. ولكن فكرتنا النهارده وكلامنا النهارده وقصتنا النهارده عن هل جوميز ممكن يدرب الاهلي. بالنسبه لجوميز والاهلي، يعني بحسب معلوماتي انا ان جوميز موجود في مرتبه متاخره في المدربين اللي ممكن يكونوا بدلاء لكولر، يعني في قبله واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. لو الاهلي استقر ان هو طبعا الاهلي هيفكر في التغيير بشكل كبير جدا لو حصل اخفاق قدام سان داونز. لو ما حصلش اخفاق، كولر مكمل بشكل عادي مع الاهلي لغايه كاس العالم للانديه. حتى لو وصل الفاينل لم يوفق برضه هيكمل، لان المده بقى تبقى قصيره ومش ده وقت تغيير يعني. لكن جوميز موجود في مرتبة أو موجود في ترتيب متأخر في القايمة اللي هي محطوطة يعني كبدلاء محتملين لكولر. طيب نرجع بس لنقطة مهمة، نقطة مهمة قوي. الأهلي يقدر يجيب جوميز؟ لا، لو عايز يجيب جوميز هيجيبه من أي وقت، يعني هيجيبه على طول. مش العلاقات كويسة بين الأهلي وبين اخواتنا وحبايبنا في المملكة كويسة جدا، العلاقة فيها ود. فالأهلي لو راح كأس العالم للأندية واستأذن جوميز هيروح جوميز، مفيش مشكلة يعني. فالموضوع ده مش هيبقى صعب. الأهلي عارف إن هو لو عايز جوميز هيجي جوميز، الموضوع مش صعب. لو عايز جوميز يا جماعة نأكد على النقطة ديت، هيجيب جوميز بخلاف بقى شروط جزائية، بخلاف مش عارف ايه الكلام ده كله. يعني ممكن هيكون له حلول وهيكون في كلام وفي ود ما بين الأهلي وما بين الأشقاء. فبالتالي الموضوع بالأهلي هيكون مش صعب. ولكن هل جوميز مرشح أول في حالة التغيير؟ لا،